ايه وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. كل سنة وانتم طيبين. معلش انا اسفة تعبانة شوية. ادعوا لي ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. عشان انا تعبانة جدا جدا والله، ربنا لا يعلم بايه. الضغط عندي والانيميا مبهدليني جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو احب ان انا يعني اجب على سؤال كده جالي في الكومنت، يعني اجابة كده على سؤال جالي في الكومنت من قناة كده، يعني لها كل الاحترام والتقدير. لكن احب اقول لحضرتك ان انا لما باجي اقول يا جماعة اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم، كله يصلي على الرسول محمد، انا بقول على مش علي. علشان في حد دخل لي في كومنت وقال لي حرام تقولي علي محمد، وحرام، عيب وحرام. وايه اللي عيب ولا ايه اللي حرام وايه اللي عيب؟ ممكن تقدر تفسر لي كلام حضرتك؟ انا كلامي واضح، كلامي واضح. صلوا على سيدنا محمد، او صلوا على النبي محمد، او صلوا على الرسول محمد. صح ولا انا غلطانه؟ انما حد يجي يقول لي انت بتقولي صلي على علي محمد، علي محمد مين؟ لا لا لا، انا ما اعرفش الكلام ده. انا كلامي واضح جدا يا جماعه، ومؤمنه بالله ورسول، وزي ما بنقول الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات، محدش يجي يصلح لي حاجه انا اصلا بقولها صح. ماشي. بس هو ده المقصود من كلامي، ان انا كنت بحب ان انا اوضح كلامي، رغم ان هو كلامي واضح جدا ومعلومة. يعني اجابة يعني ايه للسؤال اللي جالي او الكومنت اللي جالي. هنا يا بنات عملت معمر زي ما انتوا شايفين كده، زي ما شفتوا في اول الفيديو. هنا كان عندي كبد وقوانص، غسلتها غسله كويسه زي ما انتوا شايفين، وقطعت بصل كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آه آه كنت اقول والله الكلام ضاع من بالي. نزلت تبلت البصل، ونزلت بالقوانص الاول علشان خاطر هي بتاخد سوا اكتر من الكبده، بتستوي بسرعه. شوحتها زي ما انتم شايفين كده، قمت نزلت بالكبده بتاعتنا، وبعدين بحط بقى فلفل اسود عليها كده يا بنات علشان خاطر الزفاره وكده. وهضيف عليها هريسة شطة، بيديها طعم تاني خالص، طعمها خطير خطير. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا غير الطريقة دي. هنا كده حطيت هريسة الشطة خلاص. ويلا نصلي مع بعض على الرسول المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، كله يصلي على النبي في الكومنتات، وتقولوا لي رايكم في الفيديو، ولايك يا جماعه، علشان انا الفيديو اللي فات بتاع الادوات المنزليه ما فيهوش ولا عليه مشاهدات ولا عليه لايكات. مش عارفه ليه بصراحه، رغم ان انا ما بسيبش حد، وببقى دايما متواجده عند الكل بصراحه. لو انا مقصره مع حد يبقى ده قله نت عندي. انا النت لسه والله العظيم شحنه النهارده. فارجو من حضراتكم تعملوا لي لايك، وتعملوا لي المشاهده كامله. هنا حطيت البهارات بتاعتي، كمون على ملح على بتاع ده، ما كانش عندي كزبره بصراحه. كمون على مرق الدجاج على ملح. اللهم صل وسلم بارك على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نطره كده، حبه كده ما بين صوابعي كده، او على طرف المعلقه كده، بصل باودر وتوم باودر. وهنا دي قرفه يا بنات، رشيت رشه كده، خلت الكبد والقوانص طعمهم رائع وريحتهم خطيره جدا. هنا بقى بعمل الطشه اهوت
بحمر لها تومية، معلقة توم مفروم كده زي ما انتوا شايفين، وانزل على الكبد والقوانص بتاعتي. طبعا لو وصلت لحد هنا معايا ما تنسنيش بالاشتراك واللايك وكومنت جميل زي كده يا قمر. هننزل كده حبايب قلبي بالثوم بتاعنا على الكبد والقوانص، ريحتها خطير، جميله جدا جدا جدا، طعمها خطير. بصوا مش قادره اوصف لكم جمالها، جربوا الطريقه وانتوا هتعرفوا بنفسكم هي طعمها عامل ازاي وريحتها عامله ازاي. خلاص. هنا بقى كنت عامله المعمر زي ما قلت لكم، انا بحب اعمله مالح، يعني ما بحبش احط عليه سكر، بحبوش بالسكر، فبحب ان انا احط ملح وزبده، وحطيت القشطه زي ما انتم شايفين كده، وكنت نقعته شويه حلوين كده، حطيته في التلاجة وقمت دخلته الفرن. هو في الفرن دلوقتي حاليا. وعندي بطاطستين قشرتهم كده صوابع وحمرتهم طبعا مع الايه، انا ليه عامله الكبد والقوانص يا بنات؟ عشان في هنا يعني بعض الناس هنا ما بيحبوش المعمر، فعملت لهم كبد وقوانص بقى، شيء ياكل بالعيش الكبد والقوانص، واحنا بقى ايه اللي بيحب المعمر ياكل بطاطس محمره زي ما انتم شايفين كده ومعمر بالظبط كده. انا الزيت دوت مطرح فراخ، يعني كنت قاليه فيه فراخ محمره فراخ فيه، فطبعا مش هرميه ونضيف لسه. فانا ايه حطيت البطاطس على طول كده، خفت الزيت يقدح، انا بخاف بصراحه عشان اول ما الزيت بيقدح واقوم حاطه البطاطس بقى ان الزيت بيطرطش على ايدي. ودي نهايه الفيديو، اشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله، مع السلامه، باي باي.